ممكن تعملي كحك ناجح وطعمه زي الجاهز من غير ما تستني عيد ومن غير تعقيد. بص على الكحك ده كده، نعومه وشكله وطعم لو حد شافه هيقول متجاب من بره. بس السر الحقيقي مش هنا، السر ان الطريقه دي معموله باسلوب مختلف خالص. مفيش مجهود تقيل ومفيش خطوات معقده. لو فاكره ان الكحك لازم يتحضر بطريقه صعبه او تقليديه، فالفيديو ده هيغير فكرتك تماما. النهارده هنعمل كحك بطريقه مريحه وسهله، باسلوب على البارد. في التحضير هيخليكي تظبطي كل حاجه بهدوء ومن غير تعب، وفي الاخر يدخل الفرن ويطلع بالشكل والطعم اللي انت شايفاه قدامك ده. خليكي معايا للنهاية عشان في تفاصيل صغيرة هي اللي بتفرق بين كحك عادي وكحك ناجح 100%. وطبعا علشان توصلي للنتيجة الحلوة دي لازم نبدأ صح من الأول بالمقادير المظبوطة اللي بتفرق جدا في الطعم والقوام. تعالى أقولك على كل حاجة هنحتاجها بالتفصيل. وقبل ما ندخل في التفاصيل ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يا بنات انا هعمل ايه النهارده؟ هعمل مقدار 2 كيلو دقيق. 2 كيلو دقيق. مقدار السمنه بتاعهم ايه يا ام اياد؟ كيلو لكل كيلو دقيق نص كيلو سمنه، و5 جرام كيلو نص كيلو لكل كيلو دقيق. نص كيلو سمنه و5 جرام. يعني انا النهارده هعمل 2 كيلو دقيق ليهم كيلو سمنه و10 جرام سمنه كمان عليهم. تمام. انا النهارده هشتغل على البارد يا بنات، يعني مش هنقدح السمنه ونسخنها ولا كده. لا، انا حطيت السمنه بتاعتي زي ما انتم شايفين بعد ما وزنتها. تمام. وزنت كيلو وحطيت كمان عليه 10 جرام. وهنشغل المضرب بتاعك، اي مضرب كهربي. ايه ما عندكيش مضرب كهربائي بمضرب العادي بس هياخد وقت منك، او العجان بتاعك، لحد ما السمنه بتاعتك والقوام بتاعها يبقى كريمي يا بنات، زي الكريمه كده ما شاء الله، لحد ما اللون بتاعها يفتح معاكي. طبعا انا هضرب ما شاء الله لحد ما اللون بتاعنا يفتح معانا خالص. تمام. من السمنه قدامنا كده يا بنات ابتدت خلاص بقت كريميه خالص ما شاء الله. ولونها فتح معانا خالص كده خلاص. انتهينا خالص موضوع السمنة، ودي اهم حاجة لان هي ديت طريقة الكحك على البارد. تمام. بعد كده هنجيب المقادير بتاعتنا. 2 كيلو كحك انا نخليهم يا بنات، قصدي 2 كيلو دقيق. اي نوع دقيق انت بتفضليه يا حبيبة قلبي تشتغلي بيه، متعدد الاغراض، اي نوع دقيق انت حباه. هنحط 4 معالق سمسم مش متحمصين، ده السمسم الاحمر يا بنات. وهنحط عايزه تستغني عنه استغني، عايزه تكتري تكتري، عايزه تقللي تقللي. لكل كيلو معلقتين سمسم. هنحط كمان 4 معالق لبن بودر. 4 معالق لبن بودرة يا بنات. برضو لكل كيلو معلقتين يا بنات، 4 معالق. هنحط كمان يا بنات عشان نعزز الطعم كده ونظبط الامور. الاول هقول لكم على حاجه برضو الاول قبل تعزيز الطعم. الفانيليا. الفانيليا معلقه كبيره، طبعا دي لو سايله. لو عندك بقى فانيليا باكت حطي 3 باكت او 4. يعني ايه ما تكتريش علشان ما يمررش معاكي. ده اول حاجه. ثانيا يا بنات اي ريحه كحك انتوا حابينها حطوا عادي. احنا ما بنحبش ريحه الكحك في العيد في الكحك بتاعنا خالص. خالص ما نحطش اي اطعمه خالص الا الفانيليا بس عشان الريحه يا بنات. انا ولادي وانا ما بنحبش ولا قرفه ولا اي نوع خالص ولا اي حاجه تتحط كده على الايه، على الكحك بتاعنا. تمام. حطينا ذره ملح بسيطه كده. وهننزل بقى يا بنات بالسمنه اللي احنا ضربناها بالمضرب على البارد. بص اهم حاجه الخطوه في الكحك هي الطريقه دي يا بنات. احنا مش هنعجن ولا هنبس دلوقتي، احنا هنغلغل حبيبات الدقيق، يعني كل ذره دقيق هنغليها كده متغلغله بالسمنه. الطريقه اللي على الايد كده تمسكي الدقيق بتاعك على بطن ايدك كده وبصي خلي كل ذره من الدقيق تتشرب السمنه يا بنات زي ما انتم شايفين. الطريقه دي اللي بتخلي الكحك معاكي يعني بيخرج كده في البق وحلو جدا وطعمه لذيذ. اهم حاجه في الكحك يا بنات هي الطريقه دي. بعد كده بعد ما خلص الدقيق كله اتشرب السمنه، هنحط باكت كامل من الخميره ومعلقه ممسوحه صغيره من البيكنج باودر. تمام. او معلقه كبيره من البيكنج باودر عامه. واربع معالق سكر يا بنات. وكوبايه لبن ونص كوبايه ميه. يعني او هي المفروض يبقى كوبايه الا ربع لبن وكوبايه الا ربع كوبايه الا ربع لبن وكوبايه الا ربع ميه. ده المقادير. بس طبعا كل دي حسب يا بنات احتياجي. يعني انا مثلا دي المقادير المظبوطه بالظبط ل 2 كيلو. طبعا في دي بياخد اكتر من كده، يعني لو احتاج منك ميه ودي حطي عادي. مش كل دي زي بعض يا بنات لحد ما العجينه معاكي تبقى طريه وكده زي ما انتوا شايفينها. هنختبرها بقى انها تمسكيها تكوريها كده على بطن ايدك، انشققت منك يبقى محتاجه سوائل.
ان كانت دايبه خالص يا بنات ودايبه معاكي خالص خالص خالص، ممكن تزودي معلقه دقيق او معلقتين دقيق. تمام كده الحمد لله ما شاء الله، عشان المقادير متظبطه وكل حاجه. وزي ما قلت لك كل نوع دقيق غير التاني. يعني الدقيق زي ما انا قلت لك الكيلو عليه كوبايه الا ربع ميه، او كوبايه الا ربع، او كوبايه الا ربع لبن. تمام. بس انا الدقيق بتاعي صراحه احتاج ازود من كده، وزودت لبن يا بنات، او زودي ميه على لبن عادي. تمام. انا بقى هنا ايه، مش هحشي خالص، لان احنا ما بنحبش المحشي خالص. او لو حشيت يعني، المهم بنتي قالت لي يا ماما ما تحشيش، احنا حابينه كده علشان ناكله بايه، بالشاي وكده. فما حشيتش. فطبعا عشان تطلع الكحكه معاكي مفرغه من جوه، مش تبقى كده مكتومه، تمسكيها تاخدي قطعه صغيره وتكوريها كده، تفرديها. بصوا الطريقه اللي انا بعمل بيها، امسكها كده افرغها من جوه، وبعد كده اكورها على بطن ايدي وادورها كده، وبعد كده انقشها واحطها. طبعا انا كل الكحك بتاعي بيطلع بنفس المقدار من غير ميزان والله يا بنات، هي ايديا بس الميزان. طبعا مش هعمل كل الكميه ديت وانا واقفه، انا بس بوريكم وبنقش وانا واقفه، وهقعد واعمل كل الكميه دي. طبعا انتوا عارفين ان انا فيديو من الفيديوهات نزلت وقلت لكم يا بنات انا اشتريت مشتريات كحك وبسكوت في اخر رمضان، علشان انا كان عندي نزيف من اول شهر رمضان، وما كنتش قادره، وباخد علاجات ملخبطه في الهرمونات، فما كنتش قادره اعمل كحك. فللاسف الكحك اللي انا اشتريته كله، والحاجات اللي انا اشتريتها صراحه طعمها مش عجبني، مع انها كانت غاليه وبالسمنه البلدي ما عجبتنيش صراحه. الكحك انا نفسي هفتني عليه، فقلت اعمله. ده انا عاملاه قبل شم النسيم، وقلت انزل لكم الفيديو ان شاء الله باذن الله لما الامور تبقى كده متاحه، هنزل لكم الفيديو. كده ديت 2 كيلو دي يا بنات، طلعوا معايا الكميه دي. شايفين حجم الكحك من غير ميزان ما شاء الله، طلع معايا الكميه ديت بالظبط. طبعا انا كنت مولعه الفرن على ايه، انا مولعه الفرن، انا مسويه يا بنات الكحك بتاعي في الفرن الغاز. هتسوي ازاي يا ام اياد؟ هتولعي الفرن بتاعك من تحت خالص. تمام. وتسخنيه، وبعد كده هتدخلي الكحك على الرف الوسطاني، ومش هتشغلي شوايه ولا حاجه. انا عندي الفرن بتاعي بيحمر يا بنات من قبل ما اشغل الشوايه، يعني ما شغلتش الشوايه. طبعا نسيت اقول لكم يا بنات ان احنا هنريح العجينه الاول قبل ما ننقشها نص ساعه، وبعد ما ننقشها ونحطها في الصينيه هنريحها ساعه يا بنات، هنريحها ساعه. لو انت في الشتاء هتريحي اكتر، لو في الصيف ما تريحيش لحد بس ما تحسي ان العجينه خمرت منك وتدخليها الفرن. تمام. يبقى احنا هنريح يا بنات العجينه نص ساعه، والكحك بعد النقش هنريحه ايه، لان انت بتهبطي العجينه معاكي فتحتاج ترتاح اكتر، فهنريحها كمان ساعه. هنولع الفرن من تحت، هنسخنه، وبعد كده ندخل الصاج بتاعنا بالكحك بتاعنا. النار بتكون متوسطه يا بنات على 160 او 180. طبعا ما شاء الله شايفين الكحك قدامكم سوا واحد، لون واحد متوحد ما شاء الله. الكحك كله حجم واحد. بصوا انا كنت مصغراها طبعا اكتر من كده، بس مع الخمر ومع دخولها الفرن بتكبر اكبر. تمام. انت عايزه تخليها في الحجم ده تخليها، عايزه تصغريها تصغريها عادي. انا حطيتها على المشنه كلها كده ما شاء الله لحد ما بيبرد، وبعد كده بحب عين الكحك بتاعي في حله وبغطي عليه، بيفضل ما شاء الله محتفظ بنفسه. ده كان الفيديو بتاعنا يا رب يكون عجبكم.